بسم الله الرحمن الرحيم. من عاصمة الثورة السورية محافظة حمص الأبية نوجه تقديرنا واحترامنا ومحبتنا لغرفة قيادة ردع العدوان التي حرر سوريا من عصابات الأسد ورجس الميليشيات الإيرانية والعراقية واللبنانية التي عاثت في بلادنا فسادا وظلما واستعبادا لأهلنا المدنيين الذين لم يحملوا السلاح. كما نوجه تحياتنا واحترامنا وتقديرنا ومحبتنا لأخوتنا الثوار الأحرار الذين وقفوا في وجه التحديات الدولية وأحبطوا المؤامرات التي حيكت ضد ثورتنا وثوارنا في اعتصام الكرامة في مدينة عزاز وفي مدينة الراعي وفي مدينة الباب، الذين كان لهم الفضل الأكبر في عملية منع التطبيع مع حكم آل الأسد ومنع فتح المعابر، وكانوا رافدا لإخوتهم ومجاهديهم في عمليات الانتصار، فكانوا خير سند لإخوتهم في عملية ردع العدوان. تحية لكل ثوارنا الأحرار الذين لم يرضخوا لإملاءات الأجنبي أيا كان، وبقوا ثابتين على مواقفهم واستمروا بصمودهم في وجه التحديات والمؤامرات التي مورست عليهم. من محافظة حمص الأبية عاصمة الثورة السورية 8/12/2024، والرحمة لجميع شهدائنا والجرحى والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لمعتقلينا وأسرانا، والحمد لله رب العالمين. إذا بدك صورة هيك فوتوغراف